أهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهاردة هنكمل مع بعض مخبوزات ونواعم العيد وهنعمل السابلي. السابلي من أسهل نواعم العيد، مكوناته بسيطة قوي وطريقة تجهيزه مبتاخدش وقت، وكمان بيطلع شكله لذيذ وشيك كده بعد ما بنخلصه وبنزوقه. السابلي بيتعمل من 3 مكونات: السكر الباودر دول 200 جرام منخول طبعا، ومعانا 400 جرام من الزبدة الطرية و600 جرام من دقيق جميع الأغراض منخول. النسبة بينهم بتبقى 1:2:3، يعني مقدار السكر ضعفه الزبدة والضعفين الدقيق. هنحط كل المكونات مع بعض في العجان، مش هنعمل أي حاجة غير إن احنا نسيبه يتقلب مع بعض. وفي الأول كده هتلاقوه مفرول خالص ويبتدي يبقى عامل زي الرملة مبلولة. هنكمل عجن لغاية ما نلاقي العجينة ابتدت تتكون، لغاية ما تبقى عجينة طرية ومش بتلزق. ما حطيناش اي حاجة غير ال3 مكونات دول، شايفين احنا بس سيبناه يعجن لغاية ما بايدينا كده نمسكها نلاقيها طرية جدا، بس في نفس الوقت ما بتلزقش في ايدينا. كده خلاص العجينة بقت جاهزة. هنحطها على كيس بلاستيك وندخلها التلاجة نص ساعة. احنا عاوزين الزبدة اللي فيها تمسك شوية علشان واحنا بنفردها وبنقطعها كده بالقطاعات تبقى سهلة علينا واحنا بنشيلها ونحطها في الصواني. طبعا جهزنا الكوكي كاترز او القطاعات بتاعة السابلي، وجهزنا الصواني بتاعتنا عليها السيليكون ماتس، وجهزنا النشابة وورقة من الزبدة كده علشان نفرد العجينة. هنقسم العجينة نصين، ناخد جزء واحد كده كل مرة، وحطينا السيليكون مات من تحت ومن فوق ورقة زبدة. مش عايزين نحط دقيق واحنا بنفرد العجينة علشان ما تغيرش نسبة الدقيق والعجينة تنشف. وبنفرد العجينة بسمك متوسط، لا هو تخين قوي ولا رفيع قوي. ونبتدي نقطعها بقى بالقطاعات بتاعتنا، ونعمل حساب ان احنا هنحتاج 2 من كل شكل عشان احنا هنلزقهم من بعض، فيبقوا عاملين اتنينات من كل شكل. وبعد كده بسكينة او لو عندكم سكريبر هنبتدي بقى نطلع كل واحدة ونشيل الزيادات بتاعتنا. ولو حسيتوا ان العجينة طريت منكم دخلوها التلاجة تاني وكملوا شغل فيها. وكل ما بنخلص قطعة بنلفها كده ونحطها التلاجة 5 دقايق 10 دقايق، ونفردها تاني لغاية ما نخلص العجينة كلها. في الوقت ده نكون سخنا الفرن على درجة حرارة 180، وكل صينية هتاخد حوالي من 20 ل22 دقيقة لغاية ما تطلع واخدة لون ذهبي كده من فوق ومن تحت. هنبتدي بقى نلزقها بالمربى. انا بحب احطها في كيس حلواني، اسهل من ان احنا نعملها بالمعلقة. ونلزق كل 2 مع بعض كده، وبعدين نكون جهزنا الشوكولاتة بتاعتنا، البيضة والشوكولاتة الدارك او شوكولاتة بالحليب. ونبتدي بقى نزوق السابلي بتاعنا بالشوكولاتة والمكسرات واي حاجة عندكم او اي حاجة انتوا بتحبوها. ممكن كمان تحشوا السابليه بدل المربى تحشوه نوتيلا او شوكولاتة، ممكن تحشوه كمان كراميل، اي حاجة تحبوها. السابليه بيليق فيه حاجات كتيرة قوي. وبعد ما تخلصوه كده حطوه في التلاجة ربع ساعة، وبعدين يبقى جاهز تقدموه. جربوا تعملوا السابليه، بسيط ومكوناته سهلة، وقولولي رأيكم، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.